بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. جملتم هذا اللقاء بحضوركم في مسجد الإصلاح في شريعة، هذه البلدة الكريمة المضيافة، وهي جزء من هذه الولاية الكبيرة، ولاية تبسة. هذه الولاية التي حضرت في تاريخ الجزائر المشرق، حضرت بعلمائها، حضرت بشهدائها، حضرت بمجاهديها، حضرت برجالها ونسائها، حضرت ولم تكن غائبة في هذا التاريخ المضيء للجزائر. أتوجه بالشكر الجزيل وبالدعاء الخالص لكل من أسهم في تحضير هذا اللقاء واللقاءات السابقة واللقاءات اللاحقة في هذه البلدة الكريمة. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. بداية سادتي، أذكر نفسي وأذكركم بأن أعظم نعمة منحها الله لنا هي نعمة الإسلام. نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال في القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ربنا عز وجل في سورة البقرة في الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه الآية القرآنية تحمل نفيا وإثباتا، وهي تساوي لا إله إلا الله. لا إله نفي تساوي فمن يكفر بالطاغوت. إلا الله إثبات تساوي ويؤمن بالله. النتيجة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال الله تعالى في سورة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء والرسل هداة البشرية جاءوا جميعا بأصل الأصول، وأصل الأصول عقيدة التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ربنا في أوائل سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما اكتمل الدين حتى استوعب الجوانب الأربعة الآتية: ألف، الجانب العقدي من خلال ترسيخ عقيدة التوحيد. ب، الجانب العقدي الجانب التعبدي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. جيم، الجانب التربوي الأخلاقي. دال، الجانب العملي التشريعي الضابط لحركة الإنسان في الحياة في جميع الميادين وفي جميع المجالات. إذن نحن مسلمون، وربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن نعمة الإسلام نعمة عزيزة غالية، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نحن مسلمون، ولكن نريد أن نترجم مقتضيات ومستلزمات الإسلام لتحقيق هذا الجانب المهم في حياة المسلم، وهو الرسالية، ليكون المسلم رساليا صاحب رسالة يفهمها، يعرفها، يعرف قدرها، يعرف قيمتها، يبلغها، يعمل من أجلها. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا بد أن يستوعب هذا الأمر جيدا. وقد قال ابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية: من نعم الله علينا بعد نعمة الإسلام نعمة الفهم. واستشهد بقوله تعالى: ففهمناها سليمان. لذلك سادة الأفاضل، لنحقق هذه الرسالية، ليكون المسلم رساليا، لا بد من شروط. الشرط الأول صحة العقيدة، قوة العقيدة. لما؟ لأن العقيدة شرط أساس في قبول العمل، لأن العقيدة هي مصدر الطاقة، مصدر القوة التي تدفع المسلم إلى العمل. ثم أن العقيدة تصحح نظرته إلى الحياة، إلى الكون، إلى الوجود. هذه مسألة في غاية الأهمية. من ضاع لديه طريق العقيدة سيتيه كما تاه التائهون. عبر عن ذلك صاحب الطلاسم إليا أبو ماضي قائلا في قصيدة أقرأ منها بعضا منها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم نقود لست أدري، إلى أن يقول: ولماذا لست أدري؟ أجاب: لست أدري حالة من التيه والضياع يعيشها الذين افتقدوا وفقدوا طريق التوحيد. ثم أن العقيدة توسع من دائرة العمل، تجعل المسلم يفكر في إقامة الشهادة على الناس، يجتهد في تحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، يجتهد لتحقيق الشهود الحضاري الذي أشار إليه القرآن في سورة البقرة في الآية 143، حيث يقول ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يمكن للشاهد أن يكون غائبا، ما يقدرش واحد يشهد وهو غايب. لذلك هذه الآية تحملنا المسؤولية، وكأنها تقول لنا: اجتهدوا في تحقيق شهودكم الحضاري. كل يقدم شهادته حيث سخره الله عز وجل ويسر الله له ذلك، فكل ميسر لما خلق له. أمر العقيدة هذا شرط أساس، لابد أن تكون صحيحة بعيدة عن جميع الشوائب، لابد أن تكون قوية بدليل قوله تعالى في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لماذا يقول هكذا ربنا؟ كأنه يقول: عليكم أن تجتهدوا لتقوية إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من مقويات الإيمان
من مقويات العقيدة. ألف: النظر في كتاب الله العزيز وتدبر آياته. ربنا أمرنا بأن نقرأ هذا القرآن، فإذا قرأناه وتدبرنا آياته سيزداد إيماننا بيقين. وأمرنا في الوقت نفسه أن نقرأ كتاب الله المنشور المفتوح، وهو هذا الكون الفسيح الذي يجعلنا نتعرف على الله الذي نعبده، نتعرف على هذا الخالق الجليل، وبذلك إن شاء الله تعالى يتحقق الشرط الأساس في المسلم الرسالي. ومن الآيات الدالة المرشدة إلى هذا الأمر آيات كثيرة، أختار منها ما قال ربنا في سورة ياسين في الآية 36، حيث يقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذه الآية تساوي آيات أخرى مبثوثة في آي القرآن، على سبيل المثال الآية 49 من سورة الذاريات. وقال ربنا عز وجل في آية أخرى في سورة فصلت في الآية 53، ربنا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق. أعيد قراءة الآية 53 من سورة فصلت: سنريهم آياتنا، يعني الآيات المبثوثة في الكون الفسيح، النظر في السماوات، في النجوم، في القمر، في الشمس، في جميع المخلوقات والكائنات، في البحار، في الأنهار، في الكائنات الحية قاطبة. النظر في هذا الكون الفسيح في كتاب الله المفتوح، هذا إرشاد قرآني يبلغنا إلى معرفة قدرة هذا الخالق الجليل. حينما سئل إمام دار الهجرة عن رب العزة عز وجل، سئل: كيف استوى الرحمن في عرشه أو على عرشه؟ الرحمن على العرش استوى. قال كلاما بليغا، قال: الرحمن استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وما على الرسول البلاغ، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأن الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. هذا الله الذي نعبده بيقين. يقول فيه ربنا عز وجل في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تأتي آيات أخرى شارحة ومبينة لمجمل هذه الآية في سورة الذاريات. في الآية 7 يقول ربنا: والسماء ذات الحبك، تفصيل خريطة ورقة طريق، والسماء ذات الحبك. ثم تأتي الآية رقم 20 من السورة نفسها، يقول ربنا: وفي الأرض آيات للموقنين، من أراد النظر فلينظر في هذه الكرة الأرضية، بنيت عليها المساجد
بنيت فوقها العمران، يبني فوقها العمران. هذه الأرض تحمل الآلاف من البشر، الملايير من البشر. بنيت حضارات، أقيمت حضارات، زالت حضارات. هذه الكرة الأرضية التي تحملنا، من أراد أن يتدبر فليتدبر. وفي الأرض آيات للموقنين. ثم تأتي الآية التي تليها، الآية 21، يقول ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية التي تليها، الآية 22، يقول ربنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلى أن نصل إلى الآية رقم 50، يقول ربنا: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ثم نأتي إلى الآية رقم 55، يقول ربنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم تأتي الآية رقم 56 تجيبنا عن سؤال محير حير الفلاسفة، حير المناطق، أرباب المنطق الذين يقولون للمنطق منطق لا يعرفه المنطق. زبدة عقول البشر تاهت وضاعت لأنها انفصلت عن هدي رب البشر، كما عبر عن ذلك أبو حامد الغزالي أو أبو حامد الغزالي، وكلاهما صحيح، صاحب إحياء علوم الدين، حينما جمع بين النقل والعقل بطريقة منهجية قوية، قال: إن التلازم القائم بين النقل والعقل كالتلازم القائم بين الشعاع والبصر. لا يمكن أن تدرك المجسمات إلا بتلازم الشعاع والبصر، وكذلك المعنويات لا تدرك، لا تعرف إلا بتلازم بين النقل والعقل. أعود لأقول: أجابنا ربنا عز وجل عن سر الخلق في الآية 56 من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه عقيدتنا، هذا إيماننا، هذا الشرط الأساس الذي يعطي للإنسان المسلم تلك الطاقة المتجددة، تلك القوة التي تدفعه إلى العمل بعدما تزرع فيه الأمل الذي يدفعه إلى الاجتهاد والعمل. يأتي الشرط الثاني وهو أساسي، وهو الجانب التعبدي. خلقنا لنعبد الله عز وجل، ولكن هذه العبادة بشمولها هناك عبادة خاصة دلت عليها النصوص، كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 110: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 183 والآية 184 والآية 185 والآية رقم 60 من سورة التوبة، والآيات كثيرة، أكتفي بهذه الإحالات. ولكن هذه العبادة بالمفهوم الخاص تدفعنا إلى التفكير في نوع آخر من العبادة، وهو الانتشار في الأرض، الانتشار في الأرض وتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. دعوني أذكر مثالا عن المال. رب سبحانه أعطى المال للناس، هو المالك الحقيقي للمال. يجي واحد يقول: كان عندي دراهم، عندي شركات. هو في الحقيقة رب سبحانه أعطاه، رزقه، هو اللي أعطى له الرزق، ولكن هو مستخلف، هو مفوض. رب سبحانه قال: أعطيت لك الرزق لازم تنفقه كما بغى ربي. الدليل قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك علماء الشريعة حينما نظروا في هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله هو المالك الأصلي لجميع الأرزاق ابتداء وأثناء وانتهاء، بدليل قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. ولكن الإنسان يسير هذه الأموال طول حياته،
ولكن حينما يموت يؤول ذلك المال إلى ورثته، وورثته يموتون أيضا ويصبحون مورثين في يوم من الأيام. هكذا هذا المال ينتقل من إلى أن يأتي الوارث الحقيقي وهو الله جل جلاله في قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. ولكن هذه الزكاة هي عبادة مالية اجتماعية اقتصادية لها أبعاد في دنيا الناس. إذن هي عبادة مثمرة، الصلاة عبادة مثمرة، والزكاة عبادة مثمرة، والصوم كذلك، والحج كذلك. هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث يتمثل في الخلق السامق، في الخلق العالي. لا يمكن للمسلم أن يكون رساليا إلا إذا كان صاحب خلق، إلا إذا تزود بالأخلاق الجميلة التي تجمل حياته، التي تضبط حركته في الحياة. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مدحه خالقه بالخلق العظيم في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استحق هذا المدح الإلهي، استحق هذا الثناء الرباني: وإنك لعلى خلق عظيم. ويبين الله عز وجل أن الخلق هو مفتاح يستعمله المسلم الرسالي من أجل استمالة قلوب الناس إلى دعوة الحق، من أجل استمالة قلوب الناس من أجل الإيمان فيؤمن تكثر جماعة المسلمين وتكثر جماعة المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تترى، أذكر بعضا منها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث آخر: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل. هذا مقام رافع، يعني سامق عالي الشأن. يمكن للمسلم أن يحقق هذه المرتبة بأخلاقه الطيبة، بتمثله للقيم التربوية التي جاء بها الإسلام. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وفي حديث آخر: ما من شيء في الميزان أثقل في رواية في يوم القيامة من حسن الخلق. وقال في حديث آخر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذه الأخلاق الفاضلة من حياء وكرم وصبر واحترام وتقدير ووفاء هي صفات جليلة، صفات جميلة، أخلاق رفيعة لابد أن يحققها المسلم ليكون رساليا وينال هذه المرتبة. الأخلاق بين قوسين حضارة اليوم خللها الأكبر في مجال القيم. اهتزت منظومة الأخلاق ومنظومة القيم في حضارة اليوم. لذلك لا ننكر أن هذه الحضارة أنتجت التكنولوجيا، أحدثت الثورات الكبرى في المجال الفلكي، في المجال الإعلامي، في المجال الاقتصادي، في جميع المجالات. ولكن هي حضارة أيضا في المقابل حضارة زرعت الألم، حضارة زرعت الدموع، حضارة زرعت الحروب، حضارة انتهكت حقوق الإنسان الذي أمرنا بتكريمه كما كرمه خالقه في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقال فقهاؤنا:
كرامة الإنسان في آدميته. إذن هذه حضارة دمرت، حضارة زرعت الحروب. لو نطقت هذه الكرة الأرضية لاشتكت إلى خالقها من ظلم العباد. دماء تسيل، دماء الأبرياء، حروب هنا وهناك، أرواح تزهق، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد عبر أحد الشعراء عن ذلك بقوله في قصائد كثيرة، أختار منها بعض الأبيات، حينما قال: قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الحضارة، قال عقلاء الغرب دقوا ناقوس الخطر، واعترفوا بأن الخلل في هذه الحضارة المهيمنة اليوم في المجال التربوي، في المجال الأخلاقي. لا يمكن للمسلم أن يكون رساليا إلا إذا تشبع بهذه الأخلاق، بل إلا إذا تمثلها في حياته. المسلم الرسالي هو الذي يدعو إلى الله. هذه العقيدة التي آمن بها وصدق بها لا بد أن يدعو الناس إليها كما كان الصحابة يفعلون. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وقال ربنا في سورة النحل في الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا شرط رابع لتحقيق هذا المقام، مقام الرسالية. الشرط الخامس والأخير: لابد على هذا المسلم أن يحقق مقتضى قوله تعالى في سورة التوبة في الآية رقم 105، حيث يقول ربنا عز وجل: وقل اعملوا. خدمة رب سبحانه قال: أعطيت لكم كل النعم، أعطانا العقل الذي يفكر، الذي ينتج أفكارا، الذي ينظر في المقاصد والغايات، الذي ينظر في الأهداف والمآلات، الذي يستوعب مقتضى النصوص في الوحي كتابا وسنة. هذا العقل الذي أعطاه الله لنا لابد أن نستثمره ليدلنا على الطريق، ولكن مع النقل. أذكركم بما قال أبو حامد الغزالي في قاعدة التلازم بين العقل والنقل. هذا العقل الذي يستوعب العلوم ويستوعب المعارف ليستثمر هذه العلوم. وقد قال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في آية أخرى: وقل رب زدني علما. فالله شرف من هذا العلم، كما قال أحد الشعراء في حوار لطيف بين العقل والعلم: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا أحرزت رايته، وقال العقل: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال: بأينا الرحمن في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن هذه العلوم وهذه المعارف تدرك بالعقل، نعمة من نعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أمرنا الله عز وجل أن نعمل في حدود الفضاءات المتاحة، وبذلك تكتمل الرسالة، لأن الله وزع المواهب على البشر. هذا مختص في الفلاحة، فيعمل ويتعامل مع الأرض، مع التراب، لينتج ليبدع، وذاك في مجال البناء والعمران،
وذاك في مجال العلوم الشرعية، وهذا في مجال علوم الفلك، وهذا في مجال علوم الطب والبيولوجية، وهذا في مجال علم طبقات الأرض الجيولوجية، وهذا في علم البحار. الله وزع المواهب على البشر، ولكن لا بد أن نستثمر هذه المواهب كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن لا بد أن نتعاون. ثم قال ربنا لنا جميعا، قال: وتعاونوا. اجمعوا هذه الطاقات، لا تفرقوها من الأمور المحزنة في عالم اليوم. إذا نظرنا إلى الأقوياء على مستوى الدول أو على مستوى الشركات، ما يسمى بالشركات العملاقة، الشركات الكبرى، هؤلاء الكبار يتكتلون ليزدادوا قوة على قوة، أما الصغار يتمزقون ويتفرقون. هذه معادلة عجيبة، والأولى أن يتكتل الصغار، أن يتكتل الفقراء والضعفاء عملا بمقتضى النصوص، ثم استجابة لضرورة اجتماعية، لضرورة حضارية، لأن واقع اليوم وعالم اليوم، عالم اليوم لا يقبل الضعفاء، لا يقبل المهزومين، لا يقبل هؤلاء الممزقين. وربنا أمرنا بنص القرآن المقدس، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ننتشر في هذه الأرض. هذا في المجال الفلاحي، هذا في المجال الاقتصادي، هذا في مجال التصنيع، هذا في مجال البناء والعمران، هذا في مجال الطب والبيولوجيا، هذا في مجال الإصلاح. ونحن في مسجد الإصلاح بالشريعة، الإصلاح بمفهومه العام، الإصلاح من مقاصده العمار، نعمر هذه الأرض ونكثر من شهود الخير. هؤلاء الشهود سيشهدون لنا يوم القيامة كما قال ربنا في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء، الآية 281 من سورة البقرة، حيث يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الإصلاح بمفهومه الشامل لا بد أن نبادر إليه جميعا. وإذا تمزق ما يتمزق في حياتنا، قد نصاب بخلل في أسرتنا، في أسرنا، في قرانا، ربما في عرشنا، ربما في مجتمعنا، في دولتنا. هذا اللون من الخلل لا يجوز إطلاقا أن يثبط من عزيمتنا، لا يجوز إطلاقا أن يشتت جمعنا، لا يجوز إطلاقا أن يزرع اليأس في قلوبنا، بل لا بد أن نزرع الأمل بالنظر إلى ما ذكرناه في عقيدتنا التي تزرع فينا الأمل الذي يدفعنا إلى العمل. وقد قال ربنا عز وجل في سورة العمران بدءا من الآية 138 وما بعدها قائلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم بعد ذلك إذا حصل نزاع فلينتفض رجال الصلح في مجتمعنا الجزائري، بل في أمتنا، ونحن أمة واحدة، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. إن سألتم عن إلهي فهو إله عظيم، إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، إن سألتم عن نبيي فهو رسول كريم، إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. وإذا حصل نزاع فيما بيننا يأتي هذا القرآن الذي به نعبد الله عز وجل، وهو الذي نتلوه في صلواتنا
بين يدي ربنا جل جلاله. يقول في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون. نفي كمال الإيمان كما قال العلماء، نفي كمال الإيمان لا صحة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخيرا قال ربنا في سورة الكهف التي نقرأها يوم الجمعة أو في ليلتها في آخر آية في الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه. سنلقى الله حتما، سيأتي يوم نفارق في هذه الحياة كما فارقنا الأحباب والأعزاء، فارقونا في هذه الحياة وتركونا. فإذا كانت الحياة مجموعة من الفراقات، هذا هو التعريف الحقيقي الجامع المانع للحياة. ما معنى المرض؟ المرض فراق الصحة للجسد. ما معنى الموت؟ الموت فراق الروح للجسد. سنلقى الله حتما، وقد قال ربنا عز وجل: ولكل أجل كتاب. ولكن ماذا نصنع بعد الوفاة؟ وقد قال الشاعر سبحان الله، قال: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر. تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الأثر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. سنلقى الله حتما وبيقين، ولكن هل حولنا حياتنا كمسلمين رساليين إلى مزرعة من أجل أن نجني الغلات والثمار والثمرات يوم لا ينفع مال ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ هناك المحك الذي عبر عنه القرآن في سورة الكهف في الآية 110 قائلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم.